قاعدة الخمس ثواني تلهينا عن المخاوف والكسل وتعيد توجيه انتباهنا إلى ما يجب فعله فورا بدلا من تأجيله إلى حين آخر. أولا، غادر منطقة الراحة. الشجاعة هي القدرة على اقتحام الصعاب ومواجهة التحديات، وهي ليست حكرا على فئة ما، بل هي فطرة تكمن داخل كل واحد منا، وتكمن القوة الحقيقية للشجاعة أنها تكشف عن معدنك الأصيل. ثانيا، قاعدة الخمس ثواني. عندما تراودك فكرة أو ينتابك شعور عارم ويدفعك حدسك للعمل في اتجاه هدف ما، ابدأ فورا بالعد تنازليا: 5 4 3 2 1، وبادر فورا بالتوجه نفسيا وحركيا باتجاه الهدف قبل أن يراودك عقلك. أوضحت الأبحاث العلمية الحديثة في جامعة أريزونا وجود روابط قوية بين عقلك وحدسك حين تقدم على أداء فعل ما. عندما تحدد هدفك فإن عقلك يفتح قائمة المهام، وكلما اقتربت مما يمكن أن يساعدك على تحقيق هدفك فإن عقلك ينشط حدسك ليرسل إليك إشعارات تدفعك إلى تحقيق هذا الهدف. مثال: لو أن هدفك التمتع بصحة أفضل، إذا دخلت إلى غرفة المعيشة فلن يحدث شيء، أما إذا مررت على صالة الرياضة فإن منطقة الناصية تضيع وتشعر بدافع للدخول وأداء بعض التمارين. وهذا هو صوت الحكمة الداخلي الذي لا تتجاهله مهما بدا الأمر الذي نبهك إليه صغيرا أو عابرا. الدوافع والرغبات المتعلقة بهدفك تتحول إلى مرشد يوجهك، وها أنت أمام رهان يبدأ بالإنصات إلى حدسك الطامح نحو التغيير. ثالثا، العمل في الاتجاه العكسي. عندما تعد عكسيا فإنك تحول الدوائر الذهنية في عقلك وتقاطع تفكيرك التلقائي الافتراضي وتنخرط في عملية يسميها علماء النفس فرض السيطرة. يصرفك العد على الأعذار ويجعلك تركز ذهنك على الحركة في اتجاه آخر. مرتكز قاعدة الخمس ثواني هو طقوس البدء التي تنشط قشرة المخ في الناصية الأمامية، مما يساعدك على تغيير سلوكك. رابعا، مركز السيطرة. مفهوم وضعته جوليان روتر عام 1954. فكلما صدقت بأنك مسيطر على حياتك وأفعالك ومستقبلك أصبحت أكثر سعادة ونجاحا. وهناك أمر واحد يضمن لك إحساسك بالسيطرة على حياتك، ألا وهو التحيز تجاه الأفعال والتنفيذ بدلا من مجرد التفكير والتأمل. إننا نتردد بمجرد أن نهم بأمر نستشعر صعوبته، والتردد معرقل للأعمال ومعوق للتقدم، بل وقاتل أحيانا، وتبدأ في اختلاق الأعذار. نحن نعوق أنفسنا ونحاصرها في أكثر اللحظات رتابة كل يوم. لكن إن تخلصت من عادة التردد وتحليت بالشجاعة الاطلاع على المهام فستذهلك السرعة التي ستتغير بها حياتك. خامسا، قوة الشجاعة. تتمحور الشجاعة حول تجربة قوة الدافع. إنها اللحظة التي يتحالف فيها حدسك مع قيمك وأهدافك، فتحركك بسرعة بحيث لا يتاح لك ما يكفي من الوقت ولا من الأسباب مما يدعوك إلى التوقف. فعندما نفكر فيما هو ممكن ينشط جزء مختلف وجريء في عقولنا عن ذلك الذي ينشط عندما نفكر فيما هو عادي ومطلوب فقط. وأساس التحرر الذهني هو التركيز على الحل بدل التركيز على المشكلة. سادسا، لماذا الانتظار؟ الحياة صعبة بالفعل، إلا أننا نريد من مصاعبها الإنصات إلى مخاوفنا، فنقنع أنفسنا بالانتظار ونعوق ذواتنا عن الظهور بأفضل صورة. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نفعل هذا؟ والإجابة قاسية للغاية. يمكنك أن تسميها الخوف من الرفض أو من الفشل،
أو حتى الخوف من أن نبدو بصورة سيئة. والواقع هو أننا نراوغ التحديات لنحمي غرورنا، حتى لو أدى هذا إلى تضييع فرصة الحصول على ما نرغب فيه. ماذا لو كنت مخطئا؟ هذا السؤال مهم ومؤثر، ونحن عادة لا نطرحه على أنفسنا بما يكفي. فحتى لو فشلت هناك شيء آخر يمكن أن تقوله لنفسك: لا يهم، على الأقل حاولت. معظم الناس يفكرون في اتخاذ قرارات ثم يتراجعون عنها، ثم ينسونها، ثم يفكرون في غيرها، وهكذا بلا نتيجة أو نهاية. جميعنا ننتظر الوقت المناسب، وهذا تصرف خاطئ وخطير، لأن الوقت المناسب لا يأتي أبدا، وفي الكثير من الأحيان ولا تتاح لنا الفرصة مرة ثانية أو ثالثة. توقف عن الانتظار ودع الانتظار ينتظر، فإما الآن وإما فلا. فأنت تفعل ما هو أخطر، فأنت تقنع نفسك عمدا بأن الوقت ليس مناسبا الآن، وهو ما يجعلك تتصرف ضد أحلامك فتحول دون تحقيقها. لا يوجد وقت بخلاف اللحظة الحالية. يمكنك أن تخشى الرفض لكنك تنطلق اتجاه ما تريد. الحياة ليست نوعا أو سلسلة متتالية من الصفقات التي تتم ثم تنتهي، إذ ينبغي عليك العمل لتحقيق ما تريد. بيكاسو رسم حوالي 100 لوحة فنية شهيرة في حياته، لكن ما لا يعرفه أغلب الناس هو أنه أتم 50,000 عمل فني، وهو ما يعني أنه كان ينتج عملين في اليوم، ثم تخلى عما لا يعجبه ويتشبث بالآذاء. النجاح لعبة تعتمد على الأرقام، ولن تربح فيها إذا ما واصلت الانتظار، لأن فرصك في النجاح تتعاظم كلما اخترت أن تخوض الحياة بشجاعة. 7. مشاعرنا المسيطرة. لماذا يصعب علينا دائما أن نفعل الأمور التي نعرف أنها ستحل مشاكلنا وتحسن حياتنا؟ الإجابة بسيطة: مشاعرنا هي السبب. نحن نتخذ قرارات حياتنا تقريبا بمشاعرنا وليس بالمنطق. أثبتت دراسات كثيرة أننا نختار ما نشعر به أفضل أو يبدو أسهل، بدلا من أن نتخذ الأمور التي نعرف في قرارات أنفسنا أنها ستنقلنا إلى حال أفضل على المدى الطويل. يقول عالم الأعصاب أنطونيو ديماسيو أن مشاعرنا تقرر لنا ما نفعله بنسبة 95%، فنحن نشعر قبل أن نفكر، ونحس قبل أن نتصرف. عندما تطرح على نفسك سؤالا ما الذي أريد أن آكل، فإنك في الواقع تسأل نفسك ما الذي أشعر بالرغبة في أكله. يفسر هذا لماذا نجد صعوبة في التغيير، فنحن نعرف منطقيا ما يجب علينا فعله، لكن مشاعرنا تحول بيننا وبينه فتتخذ القرارات. لهذا السبب ينبغي أن نتعلم كيف نفصل بين ما نشعر به والأفعال التي نؤديها. وتعد قاعدة ال5 ثواني من الأدوات المتميزة لفعل ذلك. إذا شعرت بأنك غير قادر على تنفيذ قائمة مهامك الموجودة على مكتبك، فإنك في الغالب لن تفعل ذلك. لكنك إذا قمت بالعد 5 4 3 2 1 وانطلقت، فمن المؤكد أنك ستتمكن من البدء بالعمل وتنجز كل ما عليك إنجازه وأكثر. تذكر، لن تستطيع التحكم في مشاعرك، لكنك دوما وأبدا تستطيع اختيار أفعالك. عندما تبحث عن الشخص الذي بمقدوره تغيير حياتك، انظر إلى المرآة. 8. صيحة الاستنفار. قبل أن تذهب إلى فراشك اضبط منبهك بنصف ساعة قبل موعد نهوضك، ثم ضع المنبه في غرفة أخرى. رغم أنك ستجد صعوبة بالغة في جر نفسك صباحا لإسكات المنبه، فعليك أن تدفع نفسك إلى فعل ذلك. افتح عينيك وعد عكسيا 5 4 3 2 1، وابدأ يومك قبل غيرك دون مماطلة ولا تأجيل ولا أعذار. إذا استطعت أن تستيقظ مبكرا وتبدأ يومك بنشاط وحماس،
وتفكر في أهدافك وتركز على نفسك، كل ذلك قبل أن تنغمس في روتينك اليومي، فتستطيع تحقيق أهداف أكبر، وهذه هي الخطوة الأولى للسيطرة على حياتك. 9. كيف تلاحق شغفك؟ هناك 3 تغييرات سلوكية يسعى معظمنا إليها: الصحة والإنتاجية والتخلص من التسويف. 5 ثواني لزيادة إنتاجيتك. يمكننا اختصار الإنتاجية في كلمة، وهي التركيز، وهناك نوعان من التركيز تحتاج إليهما لزيادة إنتاجيتك. أولهما القدرة على إدارة المشتتات والتحكم فيها، بحيث يمكنك التركيز على المهمة التي بين يديك لحظة بلحظة. والثاني مهارة التركيز على ما يهمك في الصورة الكلية وعلى المدى الطويل، بحيث لا تضيع يومك في مهام سخيفة. مواجهة المشتتات. أولا ينبغي أن نقرر أن هذه المشتتات ليست مثمرة، وأن أي مقاطعة من أي نوع تعد خللا في منظومة عملك وإنتاجيتك. ثانيا علينا أن نتقن مهارة التركيز على الصورة الكبرى والأهداف بعيدة المدى. ولكي تصل إلى هذه المرحلة ضع روتينا يوميا واتبعه، مما يساعدك على أن تتعلم كيفية تحديد الأولويات قبل حل المشكلات اليومية. إذا لاحظت أنك ابتعدت عن روتينك أو تعاني من التشتت، فاستخدم حينها 5 4 3 2 1 لتعود إلى مسارك. 5 ثواني لتحسين صحتك. بإمكانك أن تبحث عن نظام غذائي على الإنترنت، فتجد أفضل 20 نتيجة للبحث يمكنك أن تتبع فيها النظام الغذائي الذي اخترته، وسيؤتي ثماره إذا اتبعته بالفعل. ليست المشكلة في النظام الغذائي، إنما فيما نشعر به حيال الالتزام بالنظام الغذائي، والأمر نفسه ينطبق على ممارسة التمارين الرياضية، وكل أمر يتعلق بالنظام أو بممارسة الرياضة. المهم أن نلتزم به. ما عليك سوى العد 5 4 3 2 1 وتنطلق. ففي كل الأحوال ممارسة الرياضة عملية ذهنية بدرجة كبيرة، لأن جسمك لن يتوجه إلى شيء بخلاف ما يدفعك إليه عقلك. 5 ثواني للتخلص من التسويف. هناك نوعان من المماطلة المثمرة، وهي أن تسمح لعقلك أن يسرح وتطلق له العنان لكي يتجول، وهي جزء مهم من الإبداع. أما النوع الثاني فهي المماطلة السلبية الضارة، وهي التي تتجنب فيها المهام التي تحتاج إنهاءها، مع علمك بأن العواقب وخيمة، وسرعان ما تؤذينا هذه العادة في نهاية المطاف. 10 دع القلق. الشجاعة تغير طريقة تفكيرك. أجرى الدكتور كارل بيمور أستاذ التنمية البشرية في جامعة كورنيل مقابلات مع 1200 شخص مسن لمناقشة معنى الحياة بالنسبة إليهم، وصدم عندما عرف أن أغلب من شارفت حياتهم على نهايتها تملكهم الندم لنفس السبب. أتمنى لو لم أقضي معظم حياتي قلقا حيال كل شيء. وكانت نصيحتهم بسيطة ومباشرة: القلق ما هو إلا هدر لقدر هائل من حياتك الثمينة والقصيرة. القلق هو الوضع التلقائي الذي يتوجه إليه ذهنك عندما لا تكون منتبها، والسر هنا يكمن في إنقاذ نفسك من الشرود والانجراف وراء القلق والانصياع لضغوطه، ثم استعادة السيطرة الذهنية باستخدام هذه القاعدة الذهنية في العد من 5 إلى 1. تغلب على خوفك. سيدفعك الخوف إلى تصرفات غير محدودة العواقب، ويمكنك علاج هذا من خلال قاعدة 5 ثواني. فمثلا يمكنك قبل الدخول في مفاوضات تخيل أنها صارت على نحو مرضٍ،
وقد أحطت بالثناء. ابن مستقبلك في 5 ثواني. أيا كانت ظروفك فيمكنك تغييرها نحو الأفضل، فعندما يحدثك قلبك استمع إليه وقم بالعد عكسيا 5 4 3 2 1 ثم انطلق. إن أفعالا في بساطة النهوض من الفراش مبكرا واتخاذ القرارات اليومية بحسم، والقدرة على الرفض عند اللزوم، وخدمة المجتمع كلما استطعت، والتركيز على الأولويات المهمة، كل ذلك يصنع تأثيرا تراكميا يمكنه أن يغير حياتك.